عارف، دايما اغلبنا بيبقى عندنا واحد صاحبنا اللي هو مقتنع ان هو مشغول، وان الارض والكرة الارضية كلها بتتمحور حواليه هو، ولكن هو شخص فاضي وموروش اي حاجة، ولكن بيحاول يبان ان هو مشغول عشان الناس تفكر ان هو كده روش او ان هو الولد الجامد وكل الكلام ده. اللي احب اقوله لك من خبرتي المتواضعة في المجال العملي، انا اتعاملت مع ناس موظفين واصحاب شركات وناس كبيرة جدا في مجالاتهم وكل الكلام ده. دايما الناس التقيلة او الناس اللي هي جامدة في البيزنس، السرعة بتاعة الرد بتاعتهم أو الريسبونس ريت بتاعتهم بتبقى عالية. تبعت له تلاقيه رد عليك من قبل حتى ما تكون كتبت المسج. في ناس ممكن تقول لك ازاي ده، هو المفروض مشغول وكل الكلام ده، ولكن ده اللي بيميزه من شخص ناجح لشخص مش ناجح، ان هو دايما عنده سرعة، دايما بيرد بسرعة، بيعرف يهندل او يتعامل مع حاجات كتيرة جدا في وقت قليل. ده اللي خلاه شخص ناجح ووصل اللي هو وصل له حاليا. فالمرة الجاية لما تفكر ان انت تطول في الرد على صاحبك او على شخص معين اعتقادا منك ان انت كده ولد المشغول او الشاب الروش الجامد، اعرف ان انت فيستك ملكش اي لازمة.